الجامعة تتجه لتجديد الثقة في وليد الرقراقي لقيادة أسود الأطلس في كأس العالم 2026. قالها عادل عامري، استمرار وليد الرقراقي مطلب ومهم للاستقرار الفني ابو احمد. طبعا لان الرجل اليوم قدم مشروع عمل يحترم صراحة، وطبعا هذا العمل ما نتج الا بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة ومن الجامعة المغربية اليوم والعناصر. لكن اللاعب اليوم انت لو يجيني مدرب ويدير لي نجوم، يستطيع ان يدير لي نجوم عالميين مش نجوم عاديين، لا هذا مدرب يحترم. شو تقول عن الرقراقي؟ شوف انت بتابع الكرة المغربية اكيد كابتن. شوف بقول لك شيء، انا استشفيت من كاس افريقيا شيء واستفدت شيء واحد. شوف في فرق بين انك تلعب كاس العالم وكاس افريقيا. ليش المغرب بدعوا في كاس العالم؟ لما تلعب مع فرق مثل اسبانيا والبرتغال والدنمارك وبلجيكا يلعبون معك بلعب مفتوح، اللعيبه هذول عندهم مساحات يلعبون. افريقيا كل الناس مسكره عليك. صحيح، شفناه. عشان شيء لا تلوم المنتخب المغربي مرات، ترى يبغى يدور له حلول. انت الحين مثلا المغرب يوم حصلوا فرق مثل هذه اللعبه وابدعوا، ليش؟ لان اللعيبه عندهم مهارات، مو بلعيبه دفاعات. لعيبه هذا البرازيل مثل البرازيل مثل افريقيا مثل ما يقولون، يعني فريق عنده مهارات يعرفها. فمهارات متى تطلع؟ يوم تكون في مساحات ياخذ راحته ويسوي. لكن بتيجي تلعب معاه مسكر الدنيا كلها وضغوطات، وفريق 50 سنه ما ماخذ بطوله وجمهور ودنيا واعلام، اكيد شوي بيكون اخطاء. فعشان شيء ما شفت المنتخب المغربي هذاك المنتخب اللي شفناه وين حتى قبل كاس افريقيا، يوم كان يلعب مباراه حد يلعب برا المنتخب يفتحون ويا اللعب، بس يوم يلعب كاس افريقيا غير، ضغوطات ثانيه غير. مع استمرارك كابتن؟ طبعا. شو اسوي له عشان بطوله راحت؟ الله اعلم ايش قال السيناريو اللي حصل. اقول والله المدرب مو بزين، هاي مو بعقليه الناس المحترفين واللي فاهمين كره، ان المدرب هذا ينفع مثل ما قال كابتن عادل. مو بسهل انك تقود نجوم يا رجل. ناس دربت ريال مدريد فشلت ما قدرت. صحيح. بالنسبه للاعب المغربي حكيم زياش، بن هاشم أكد على ثقته الكاملة في قدرة القلعة الحمراء على البصم على مسار ناجح قاريا وعالميا. الوداد هيلعب النهارده ان شاء الله باذن الله اللي فك الشراكه في الصداره، لان طبعا دي قمه المجموعه. المباراه ديت كلا الفريقين يمتلكان 6 نقاط من انتصارين، فاللي هيكسب النهارده ان شاء الله باذن الله يكون الفوز من نصيب الوداد. يبقى الوداد هيبقى 9 نقط ويبقى حظوظه كبيره في التصدر للمجموعه. طبعا كلنا قلقانين من المنافسة توقفت في الدوري المغربي قرابة الشهرين بسبب بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة. يعني آخر مباراة خاضها الوداد كانت يوم 28 نوفمبر الماضي، يعني طبعا فترة كبيرة جدا جدا جدا. طبعا كلنا مش قلقانين وكلنا ثقة في لعيبة الوداد. النهارده ان شاء الله هيقدموا مباراة كبيرة. اتوقع المباراة فوز الوداد بثلاثية، اقل شيء النهارده 3 ان شاء الله باذن الله 3-0، ونتمتع بالكرة اللي كلنا مستنيينها. انا عن نفسي منتظر اشوف مستوى حكيم زياش، المستوى العالمي على الاراضي المغربية. مباراة مش هتبقى سهلة، بس انا اتوقع ان شاء الله مع الدعم الجماهيري للوداد ان شاء الله باذن الله هتبقى مباراة كبيرة وهنتمتع بيها كلنا في كل البلاد العربية. كلنا شفنا الوداد طبعا كان في معسكر تدريبي في دولة قطر على اعلى مستوى، وطبعا ان شاء الله يكون الاسمر عن انسجام كامل للاعيبة، ويكون المجموعة ان شاء الله على قلب رجل واحد، ونتمنى نشوف مباراة كبيرة تليق بلاد الوداد النادي العريق. طبعا فريق يونيون مانيما هيبقى مركز على زياش، وهتلاقي عليه ضغط كبير جدا 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 في أرضية الميدان النهاردة. نتمنى ان شاء الله نشوف متعة كروية بإذن الله نتمتع بيها النهاردة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.